السلام عليكم يا أصدقاء، معكم توفيق من قناتكم جيمر بزبز. اليوم جئتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. لا أعرف ماذا سنقوم بفعله بماذا سنقوم بالتحدث عليه في هذه الحلقة. على ماذا نتحدث يا أصدقاء؟ حسنا، سنريكم شيء. مثلا ماذا تريدون؟ إذا رأيت العديد من الجيمات في تلك لعبة ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم 3، سأريكم الآن طريقة تحميل لعبة ستورم ريفيليشن وستورم ريفيلاسيون، وهي لعبة ناروتو الإصدار بعد ستورم 3. هنا يا أصدقاء تدخل فقط إلى بيرات باي. انتظروا، الفتيات يغوتون يغوتون في الخارج. لا أعرف هل يغوتون هذا هو المعنى الصحيح. يصرخون. أنا رائع في التحدث يا أصدقاء. تكتب ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم ريفالياسيون. تضغط على بيرات سيرش. انتظروا نرى القناة كم من لايك جمع الفيديو الأخير وكم من مشاهدة. لماذا لم يرد أن يظهر أي شيء؟ قد أخطأت في كلمة، لا أعرف ما هي هذه الكلمة، إن سنبحث عنها. نقوم مثلا بكتابة هذه، تقوم بمسح هذه وتكتب ريفالياسيون. تضغط على بيرات سيرش. ماذا يوجد هنا؟ وصلني شيء جديد في القناة، نرى ما هو. قالت لي فتاة يا أصدقاء ختمها، يعني ختم لعبة ريزيدنت ايفل 4. يا سلام، أخوكم رائع، أخوكم بيج رائع يا أصدقاء. نرى ما هي هذه الفتاة. نكتب لها حسنا يا أصدقاء. حسنا، ونكتب لها رمز الإعجاب. حسنا، ليست هذه الرموز. أنا لا أحب تلك الأشياء الخاصة بالحب إلى آخره، فقط غمزة وننتهي. حسنا يا أصدقاء، لنكمل موضوعنا الآن. أحسنت يا صديقتي. حسنا، أين وصلنا؟ لا أعرف لماذا لا تريد الظهور يا أصدقاء، لكن سنرى الطريقة، سنبحث عن الطريقة. نكتب فقط هكذا ناروتو ألتيميت نينجا ستورم، نبحث عنها. أين هي ستورم الريفيليشن؟ ها هي دي يا أصدقاء. تذكروا الاسم، ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم ريفيليشن كودكس. في الآخر توجد كودكس، فيها 7 جيجا فاصلة. المهم، عندما تقوم بالضغط عليها، كمل سوي التختيم. قال لي صديق آخر كمل وسوي التختيم. تقوم فقط بالضغط على جيت تيستورون، تقوم بالضغط على اوفرير اوترون. يجب عليك أن تكون قد حملت الأوترونت. حسنا يا أصدقاء، سأضع لكم في الديسكريبشن مكان تحميل الأوترونت. عند الضغط على اوكي ستبدأ في التليشارجمون، لكن أنا لا أريد تحميلها. حسنا، لنقول هذه هي اللعبة. نأخذ أي ملف عادي، سنرى ملف يشبه رار. ستكون لكم اللعبة مثل هكذا يا أصدقاء، مثل رار. تقوم بالضغط على، انتظروا، الأصدقاء ينادونني، سأقول لهم لن أخرج، ونلتقي لاحقا يا أصدقاء. عدت لكم يا أصدقاء. أخي شغل الموسيقى في المنزل، إنه يحيح. انتظروا، عند تحميلها قلنا أين وصلنا. ستخرج لكم على شكل رار. ستقومون بالضغط على في الزر لاسوري، الزر الأيمن،
هكذا. تقومون بالضغط على اكسترا ايسي أو اكسترا هير إذا كانت لديك باللغة الإنجليزية ستخرج لك اكسترا هير. ستكمل، ستدخل إلى ملف سيخرج لك على هذا الشكل مثل هذه الملفات. مثلا ستدخل إليه هكذا، سنرى ماذا يوجد هنا، فقط أفلام. هنا يا أصدقاء وسيخرج لك مثل هذه الأشياء. المهم ستقرأ سيت أب 1 سيت أب 2 سيت أب 3. ستضغط على سيت أب لوحده، لا توجد أمامه سيت أب 1 أو 2، لا يوجد أمامه رقم. وستجد هنا في التايب، في علامة التايب، الآخرون سيعطونك مثل فيشي HTML إلى آخره. الآخر سيخرج لك على شكل أبليكيشن هكذا يا أصدقاء. تضغط عليه وتبدأ في الانستالاسيون الخاصة بها، نيكست إلى آخره. فتبدأ في الانستالاسيون، يكتبون لك اضغط على فينيش، تضغط على فينيش واللعبة شغالة. لكن لا تشتغل معكم، سيخرج لك عندما ستقوم بفك الضغط الخاص بالرار، ستخرج لك ناروتو شوبيدان ألتيميت نينجا. عندما ستدخل لكي تقوم بالانستالاسيون الخاصة بالسيت اب الخاص بها، ستجد في الأعلى كودكس، لأننا قمنا بتحميل هذه اللعبة كودكس. ستخرج لك كودكس، ستدخل إليه، ستجد ملفين غريبين الشكل، ستأخذهم إلى مكان تواجد اللعبة، ستجد أين قمت بوضع اللعبة المهم الخاص بك. ستقوم بنسخ تلك الملفات هناك، وستبدأ في اللعب يا صديقي على راحتك. لذلك الآن علمناكم طريقة تحميل لعبة ناروتو شيبودان ألتيميت نينجا ستورم 3. أتمنى أن تدعمونا يا أصدقاء في القناة. كما تعرفون الجزء الثاني قراءة الردود والإجابة عنها. العديد من الفيديوهات قمت بنشرها يا أصدقاء، لكن لا تجمع أي شيء. كما رأيتم 25 10 لايك. حسنا يا أصدقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا يا أصدقاء ادعموا صديقي، نسيت اسمه، سنرى الآن اسمه. هذا الشخص إنه ظريف ولطيف يا أصدقاء، يتعامل معي، أعطيه تحديات إلى آخره. هذا الشخص سأوريه لكم. أخي يشغل الموسيقى، إنه مبتدئ مثلي يا أصدقاء. 15 مشترك، ادعموه، إنه رائع صديقي، يدرس جيدا، يفعل كل شيء جيدا. حسنا يا أصدقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. هاي Bring the action.